السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سهل تبقى مهندس تشطيبات، ولكن صعب تكون المعمار الذهبي للتشطيبات. معاكم مهندس إبراهيم، أحد استشاريين شركة المعمار الذهبي للتشطيبات. النهاردة معانا وحدة 300 متر عاملين فيها شغل عالي جدا. عاوزين نبص على كل حاجة عملناها واحدة واحدة كده ونمشي معاها. بسم الله الرحمن الرحيم. احنا في غرفة، تخيل دي مسجد. لا، دي مش مسجد، دي اجمل غرفة احنا صممناها في الوحدة هنا. الغرفة دي يعني العميل كان حابب عنده في الوحدة يعمل حاجة كأنها إيحاء إنها مسجد. تخيل إن ده مسجد، ولكن هي غرفة. عاملين قبلة في الأول هنا، وعاملين في الجوانب قبلتين صغيرين، وعاملين هنا كنبة. الكنبة دي بتفتح تبقى السرير لو حد عاوز يريح. وطبعا جايبين نجفة قريبة جدا لدور العبادة، بحيث ان الغرفة دي كلها طبعا مطعمينها بانوهات وليد بروفايل وسبوتات عشان تديك إيحاء ان دي غرفة عبادة. ما شاء الله، اللهم بارك لصاحب هذا البيت. دي أول حاجة، غرفة العبادة. تعالى نبدأ من أول باب الشقة. احنا هنا في أول باب الشقة، أول ما ندخل على طول مباشرة ده باب الشقة. طبعا عملنا تجاليد. المفترض ان الوحده دي كانت تخش معانا جوه التجاليد، بس العميل رفض عشان خاطر ان هي كنا هنضطر نعمل علفه 5 سم، وهو قال لك انا مش عاوز اضيق المكان في المنطقه دي، وهو حاببه كده، فاضطرينا نعملها زهره. جلدنا بديل خشب مع استريبات، عملنا بانوهات على الشمال. السقف طبعا جبسون بورد وليد بروفايل. كل الجنب ده كله ده المدخل متجلد. عندنا هنا مرايه، هنا في ترابيزه بسيطه بحيث ان برده هو خارج يعني ايه تدي معاه منظر. هنا الجزء ده كل الوحده هنا كلها رخام. هنا اللي في الارض ده رخام متعالج طبعا. ندخل هنا. اول ما ادخل هنا الريسبشن، عندي ريسبشن كذا قطعه. دي اول قطعه في الريسبشن، ودي تاني قطعه، ودي قطعه، ودي رابع قطعه. عندنا 4 قطع. اول قطعه عندي عاملين فيها بانوهات واستربات، وطبعا الجبسون بورد فيها عاملين كيرف، لان في هنا كاميرات كتير في الريسبشن، كاميرات صوتها كبير، فعملنا جبسون بورد بكيرف عشان اداري معاه الكاميرا. وعملنا ليد بروفايل داخل كل كاميرا. وعندي هنا ماجنتيك تراك. دي اول قطعه. دي قطعه تانية. القطعه التانية ديت هنا بطل على الشاشه دي. في هنا عاملين لفايه تحت الشاشه، وعاملين في كل مكان سماعات، جهاز متحكم في كل مكان في الشقه، سماعات. يعني في الريسبشن هنا كله في سماعات بيتحكم فيها من هنا. في كل مكان في سماعات. بالمناسبه ده صوتي، اللهم لك الحمد، هذا من فضل ربي. دي القطعه الثانيه، القطعه الثالثه، ودي القطعه الرابعه. القطعه الرابعه هنا عملنا سفره هنا عملنا بانوهات على اليمين وعلى الشمال. وعملنا هنا برضو هنا في بلكونه، عملنا شباك ألمونتال ولغينا البلكونه، وعملنا برضو بانوهات في الجزء ده وكملناها كلها مع بعضها. وهنا في نيش صغير سيمبل، وهنا دي السفره بتاعتنا. طيب نخش بعد كده. عندي هنا المطبخ، في هنا حمام ضيوف، وعندي هنا المطبخ. وقف الصوت. وقفنا هنا الصوت بتاع الريسبشن. عندي هنا دفايه. طبعا الدفايه دي شغاله على جهاز معين. الجهاز ده ملوش علاقه خالص بالوحده بتاعت الشاشه، يعني ممكن اظبط التايم بتاعها تتدفي، ممكن الغيه، دي بتبقى ايه على حسب. هدخل هنا كده. عندي هنا الجزء ده في عندي هنا حمام ضيوف. حمام الضيوف اول حاجه. حمام الضيوف هنا عملنا كابينة شاور في الاخر، وعملنا قاعده معلقه في الاول، وعملنا حوض هنا في الاول. طيب انا هنا مصممين هنا عندنا 4 اباليك، وعاملين شفاط في الوسط. الشفاط اللي في الوسط ده بيطرد على بره على طول عشان ما فيش شباك هنا. ده بالنسبه حمام الضيوف. عندي بعد كده المطبخ. هدخل من هنا المطبخ بتاعي. مصممين المطبخ داير ما يدور بالكامل رخام. عندنا الثلاجه والديب فريزر والكلام ده كله. عملنا ليد بروفايل فوق وتحت، وليد بروفايل في الوحدات. وهنا عملنا البوتاجاز. طبعا المدخنه متاسسه من فوق، بس لو جاب الشفاط بتاعها الهود هنركبه. وهنا السخان، وهنا حوض سمارت. طبعا
هنا حوض سمارت، لو انت حابب تشتغل اي حاجه في الثلاثه بتشتغل عادي. وهنا طبعا الفلتر تحت، وهنا الغساله. ده بالنسبه لجزء المطبخ. نخش بعد كده على الطرقه. الطرقه عندي عاوز اتكلم في كذا حاجه هنا في الطرقه. الطرقه طبعا فيها ديفيتير. الطرقه عندي الاسبوتات وليد بروفايل، خط ليد بروفايل، ومعايا الاباليك كلها على الجناب، ومعايا بيت نور. طبعا الجزء الباين ده جزء هيركب فيه CNC عشان خاطر هنا ماسوره الغاز ما ينفعش اظهرها. طبعا الطرقه بالكامل عملناها بنوهات يمين وشمال عشان خاطر تدي معايا منظر جمالي. عندي هنا الحمام الرئيسي. الحمام الرئيسي كلمتكم عنه قبل كده كتير وعملت فيه فيديوهات. الحوض معمول كأنه رخام. الحوض ده مصمم بورسلين كأنه رخام. باقي الإضاءة عندي خوارنقات هنا فيها إضاءة. عندي كابينة شاور، بانيو شاسيه، قاعدة معلقة. الحوض ده خاص بالوضوء، حوض تاني بوحدة لوحده. وهنا السخان الغاز. طيب لسه في غسالة هتركب هنا. وهنا الحوض معمول له وحده تحت زي مرايه، رف تحت في حوض في الحوض. هنا في اصلا حوضين مصممين، هنا حوضين عشان الحمام كبير معايا. طيب نكمل الطرقه بتاعتنا. هدخل اكمل الطرقه. هدخل هنا عندي هنا صاله معيشه. في غرفه صاله المعيشه دي هنا برضو السماعات اللي اتكلمنا عنها. في كل مكان سماعة، في كل مكان في سماعة. طيب هنا عملنا قاعدة، عملنا الشاشة بتاعتنا. كل الكلام ده كله تجاليد خشب، وفي تجاليد خشب أصلي. وهنا عملنا الاستربات دي عشان نعزل صالة المعيشة عن الغرف. لسه معايا 4 غرف ورا هنتكلم عنهم دلوقتي. احنا بنتكلم عن الجزء الأولاني بتاع غرفة المعيشة. دي غرفة المعيشة بتاعت الغرف الأولاد والبنات، بيخدم عليهم لو عاوزين يتجمعوا يقعدوا هنا، بخلاف الريسبشن طبعا. وحدة الشاشة بتاعتي، التليفون، الشاشة، الجزء ده كله بيخدم على الغرف. طيب هنا برضو في بانوهات في الخلف، وعاملين هنا استربات عشان نغطي. معانا كان فينا باب مخفي فاضطرينا نغطيه، عملنا استربات. طبعا الجبسون بورد والسماعات والماجنتيك تراك. طبعا البراز بتاعتنا على العالي عشان خاطر الركنه الموجوده. دي غرفه معانا من الغرف. لو دخلنا غرفه، الغرفه طبعا فيها سريرين ودولاب، مصممين الدولاب على الجنب على طول عشان خاطر تخدم معايا. برضو في سماعات هرجع اتكلم عنها. السماعات معايا في كل مكان. عندي سريرين، وعندي ليد بروفايل وسبوتات والستاره بتاعتي. وهنا التسريحه بتاعتنا على كده معايا. هنا دي التسريحه بتاعتنا تمام بتاعتنا. وهنا طبعا دي بلكونه بتخدم على البلكونه دي، بتخدم على الغرفه دي. في غرفه في اليمه الثانيه، وفي غرفه ورا، وفي غرفه ورا. كل الغرف يعني اولاد وبنات وغرف ماستر كلها، ما فيش فيها يعني الاوبشن العالي. اهم حاجه حابب انبه عنها هو موضوع صاله التوزيع، وعلى الاستربات اللي تديك ايحاء ان المكان ده منعزل. زائد الطرقه زي ما احنا شايفين، الطرقه طبعا الديفيتير بتحكم فيه زي ما قلنا. زائد الغرف الخارجيه معايا. اخر حاجه عاوز اقول عليها، انا عندي هنا بلكونتين كانوا معانا اصلا في التصميم. البلكونتين الاولى والاخيره دول لغيناهم عشان خاطر نضمهم معانا الريسبشن. زي ما انتم شايفين الريسبشن ما شاء الله حاجه كبيره جدا. اللهم بارك لاصحاب هذا البيت واجعله بيتا مباركا، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.